الله سبحانه وتعالى علينا في هذه الحياة الدنيا نعمة الأبناء اللي هم أنس القلب، ثمرة الفؤاد، فلذات الأكباد. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن؟ قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إحنا بنعرف إنه كل نعمة لابد لها من شكر، وحق الله فيها الشكر، أن يشكر على هذه النعمة. كذلك هذه النعمة لابد أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها حتى تدوم، لأنه ببساطة هؤلاء الأبناء إما أن يكونوا ممن يرفع الله سبحانه وتعالى بهم ذكرك في الدنيا والآخرة، وإما والعياذ بالله يكونوا وبال وشقاء على الآباء. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن اليوم في عندنا أمانة، في عندنا اختبار حقيقي لهذه النعمة. كيف سنصون هذه النعمة؟ ما هو دورنا اليوم في توجيه هؤلاء الأبناء، خصوصا في هذا الزمن الذي نحيا، زمن الفتن، المحن، الشهوات، الشبهات. اليوم أبنائنا تنتشر في أيديهم الشاشات، الجوالات، الموبايلات. هذه اليوم هل راقبنا ما ينظر أبنائنا إليه؟ إذا كان الواحد منا لا يأمن على كل ما يخرج له وهو يتصفح هذه الشاشات، فكيف سيأمن على أهل بيته؟ كيف سيأمن على أولاده؟ اليوم نعيش في زمن تساقط القدوات، زمن يحارب فيه أبناؤنا في كل مقوماتهم. اليوم أبنائنا يحاربوا في كل شيء، في ثقافتهم، في مبادئهم وقيمهم وأخلاقهم، بل الأدهى والأمر يحاربون في فطرتهم، في براءتهم. نرى أفلام الكرتون فيها ما فيها من التوجيهات المخلة بالآداب والقيم والأخلاق. نرى بعض المسلسلات أو الأفلام أو المسرحيات أو الكليبات الموجهة لهؤلاء الأطفال اللي بينشأوا اليوم على ما يغرس فيهم. ألم نسمع قول الشاعر حينما قال: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لذلك أنا اليوم إيش دوري ودورك كأب وأم في رعاية هذه الثمرة التي غرست في قلب كل واحد منا قبل أن تغرس في هذه الحياة. واعلم جيدا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إيش بدك تخلف خلفك في الحياة؟ أنا وإنت رايحين، سنخرج من هذه الدنيا وسيبقى الأثر، وأعظم آثارنا أبنائنا اللي سنتركهم خلفنا. لذلك رعاية هؤلاء الأبناء اليوم مسؤولية عظيمة، وتتأكد عظمتها وتشتد في هذا الزمن الصعب الذي نحيا، زمن الفتن الذي طالت فيه سهام هذه الفتن أبناءنا، ورماهم شياطين الإنس والجن بشتى صنوف الأوهام. فاللهم احفظ أبناءنا بحفظك، اللهم رب لنا أولادنا وأصلح ذرياتنا واستر بناتنا قبل مماتنا. من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا في